ايه اللي حصل خلى ترامب في لحظة واحدة يوقف الحرب؟ وازاي هدنة مؤقتة تتحول لهدنة مفتوحة وكمان من طرف واحد؟ النهارده هقول لك كمان على سر الطيارة اللي كانت واقفة في قاعدة ميريلاند الجوية، بس الطيارة ما طارتش. طب دي الغاز ولا ايه؟ اقول لك استنى عليا وكل حاجة هتعرفها في الفيديو ده، بس واحدة واحدة. ترامب بيعلن تمديد وقف اطلاق النار مع ايران، والتمديد ده على حسب كلامه هيكون لاجل غير مسمى، يعني المدة مفتوحة. بس رئيس امريكا علشان يحسن صورته قدام الناس يقول لك ايه بقى؟ ان القرار ده جه بعد طلب من رئيس وزراء باكستان، واللي كلمه وقال له كده بالبلدي: معلش والنبي عايزين نمد الفترة دي شوية. قال يعني لو دماغ ترامب فيها حاجة تانية ما كانش عملها. طب تسألني وتقول لي ديفانس النائب بتاع ترامب اللي قال انه هيبعته لباكستان، اقول لك يا صديقي لا معلش ده ما راحش ومش هنبعت اي حد. طب ده ليه بقى؟ لان موقف ايران ما اتغيرش لحد اللحظه دي، وما بعتوش اي حد من فريق التفاوض لباكستان ومتربسين دماغهم. طب ايه بقى السبب اللي خلى ترامب يمد وقف اطلاق النار؟ انا بقى جايب لك كواليس ال 24 ساعه اللي فاتت من قلب البيت الابيض، وده مش هتلاقيه غير في النقطه صفر. اخطر تقرير لسي ان ان بيكشف ان الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع الفريق الامني بتاعه من امبارح الثلاث الظهر. الاجتماع ده كان في البيت الابيض علشان يقرروا ايه هي الخطوه اللي جايه مع ايران. بيقول ايه بقى التقرير ده؟ امريكا خلال الايام اللي فاتت كانت بعتت كام بند كده لايران علشان يتفاوضوا عليهم، وده قبل ما يقعدوا مع بعض في اجتماعهم اللي المفروض كان يتعمل يوم الاثنين او الثلاث الاسبوع ده. بس الايام بتعدي ومفيش اي رد لحد ما ترامب بيجتمع مع الرجاله بتاعته في البيت الابيض يوم الثلاث امبارح. الامريكان بيتواصلوا مع الوسطاء في باكستان قبل ما ديفانس يطلع على الطياره زي ما كان مقرر علشان يروح للتفاوض يوم الثلاث 21 ابريل، وده علشان يتاكدوا ان فريق ايران رايح التفاوض عشان ما يبقاش شكله وحش ويروح يقعد مع نفسه هناك. الطياره جاهزه خلاص والمحركات شغاله، الكل بيستنى الاشاره، ولكن الساعات بتعدي ومفيش اي حاجه بتحصل. فجاه كل حاجه بتقف، وده ليه؟ لان ايران ما ردتش اصلا. مصادر من جوه البيت الابيض بتقول ان غالبا في انقسامات جوه القياده الايرانيه، ووصلوا للتفسير ده من تقارير الاخوه في باكستان. يعني الايرانيين ما اتفقوش على موقف موحد لسه. الموقف اللي ما وصلولوش ده هل عشان التفاوض ككل، ولا في نقط محدده في التفاوض ما وصلوش لموقف فيها؟ اقول لك ان التقرير بياكد ان موضوع البرنامج النووي هو المشكله الاكبر، ومفيش موقف واضح خدته القياده في ايران علشان تبلغه لفريق التفاوض بتاعها واللي كان المفروض يروح باكستان. شوف انا لسه قايل لك في الفيديو اللي فات ان الازمه اصلا في البرنامج النووي، مش قصه بقى قفل ولا فتح مضيق هرمز. الامريكان بيبرروا الانقسام اللي موجود في القياده الايرانيه هو عمليه اخفاء المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لانهم حريصين جدا على اخفاء مكانه علشان يامنوه وما يتمش استهدافه لا من امريكا ولا من اسرائيل. التقرير بيكمل وبيقول ان مصادر مطلعه بتاكد ان مخزون ايران من اليورانيوم هو اللي عامل المشكله الاكبر. هل هتتنازل عنه وتديه لامريكا، ولا هتبعته لدوله تانية، ولا ايه اللي هيحصل؟ طيب هل في حد في ايران علق على تمديد وقف اطلاق النار ده، ولا قال اي كلمه؟ اقول لك ان وكاله تسنيم التابعه للحرس الثوري الايراني بتقول ان ايران ما اعلنتش عن اي موقف رسمي ليها من وقف تمديد اطلاق النار، ولحد الوقت اللي بكلمك فيه ده وكاله تسنيم بتعلي الموقف. بتقول لك ايه بقى؟ ان ايران اصلا ما طلبتش تمديد وقف اطلاق النار. والوكاله هنا بترسم سيناريوهات بتفسر فيه ايه الموقف الامريكي. اولهم ان ترامب اتهزم في الحرب دي، وده بعد ما عرف واتاكد ان الحل العسكري مش هيحقق له اي انجاز على الارض، وقراره ده هو انسب حاجه علشان يخرج بشرف من الحرب. تاني سيناريو بقى ان الحركه دي تكون مناوره من امريكا، ويكملوا بعدها عمليات الاغتيال للصف الثاني من القاده. انا جبت لك النهارده تفسير وتحليل سي ان ان وليه ترامب عمل كده، وجبت لك من الناحيه الثانيه وجهه نظر ايران والحرس الثوري بتاعها. اللي شايفه انا بقى في النقطه صفر ان في ازمه ثقه كبيره جدا ما بين ايران وما بين امريكا، وده اللي وصلنا ان ايران ما تردش اصلا عليهم ولا تبعت اي حد علشان يتفاوض مع الامريكان. اللي حاصل دلوقتي زي ما يكون كده حد داس على زرار بوز والكل موقف لعب. فهل بقى في الايام اللي جايه هنشوف جوله تانية فعلا من المفاوضات يحصل فيها اتفاق شامل لانهاء الحرب دي وتكون فرصه حقيقيه للسلام، ولا احنا في استراحه لجوله تانية جايه اعنف هتكون بالصواريخ والطيارات وترجعنا تاني لنقطه الصفر؟ علشان تعرف ده اشترك في النقطه صفر علشان نتابع مع بعض كل جديد عن الحرب على ايران. سلام.